شوف كيجيبوه للجمع ولا بلاصه يسلم عليه وتلقى المراه عاديه دارت الخواتم ديالها ودارت الطاقه ديالها ودارت السلاسل ديالها والمراه راه الراجل مات وحنا ما كنديروهاش. راه كاينه هذا القضيه. شحال من واحد وقع لنا هنا حنا ما كنديروهاش. واش انتم مسلمون؟ الآية منصوصة في كتاب الله في سورة البقرة، منصوص آية يقول الحق سبحانه وتعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر وعشرة. وهذا التاريخ كما ذكرنا البارح، صارت الجنازة كذلك البارح، يكون حساب القمرية، لأن هذه تعبدا راه عبادة ماشي عادة. راه المرأة اللي كدير هذه العدة على زوجها راه تعبدا لله. لأن كاين بعض المسائل عندنا في المسلمين لقينا عند أجدادنا وآبائنا رحمهم الله نعدها عادة وإنها عبادة. شحال مسألة اللي فاتت تقول الوالدين نغالب العادات هي وإن هي عبادة كما في التربص. ذكرنا الأمس أنه بعد أن يموت الميت كاين واحد العبادة ماشي عادة، عبادة في الأول شحال واش عادة وهي عبادة. نهار في الأيام كيتجمعوا العيالات اش كيقولوا؟ ولا نحيدوا الحزن، كيجيبوا الحنه كيجيبوا شي خلوط وكذا مسح حنه كذا كذا، الا المراه اللي فيها اللي ما فيها زوجها ما عندها الضروه باش دير حنه ولا شيء. ولكن كيمر ذاك النهار 3 ايام و4 ايام وهذوك العيالات الاغلبيه اللي مات ليه باها ولا خوها ولا عمها ولا ولدها كترجع لذاك الحزن هذا وبقى فيه كاع ما تحيدوش. علاش حيدتي نهار 3 ايام؟ بقى في حزن ديالك. ما دام انك لم تؤمن بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يقول لا يحل، معنى حرام، لا يحل لامرأة. عائشة رضي الله تعالى عنها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كيطبقوا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. مات أخوها عبد الرحمن، هذا واحد أخ ديالها عبد الرحمن مات، ونهار 3 أيام قالت للنساء آتوني بخلوط. خلوط هو ذاك الريحة ديال العيالات وذوك المسائل الحنة إلى آخره. وذكرت في الحديث قالت لهم والله أن معنى ما اجتهد هذا ولا أريده، أنا ماشي اجتهد ولا بغيت ندير، ولكن سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم عائشة يقول فوق منبره لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت أكثر من 3 على 3 إلا على زوجها 4 أشهر وعشرة. إذا هذه مسألة الله يجزيكم بخير خصنا نعرفوها، لا يكون غلو ولا يكون تفريط. الغلو قلنا كيفوت 3 أيام ديال العزاء أو 3 أيام ديال الحزن كيرجعوا الناس، مات فيا با مات فيا خويا مات فيا عمي مات فيا ولدي كيحزنوا على الميت وهذا لا يجوز. أو كذلك التفريط، هذوك الناس كاع اللي كيديروا العدة، لأن الغلو هو يدير ريزيرف 3 أيام يسوي في الحزن أنت. شحال واحد مسكين كيشكي يقول لك راه المراه عيات منها، المراه اش هذا الشيء مات ليا با، واش هذا الشيء مات ليا خويا. واش كتحبهم ولا كتكرههم ولا كتحبهم ماشي بهذه الطريقه هذا؟ شوف واحد يفهم خطير سبحان الله العظيم. اذا كنت تحب ابوك وامك واخوك وابنك ادعو لهم بالرحمه، ماشي تاخذ على مثلا هذه المساله اللي دخلنا الحزن كذا. او كما قلنا التفريط، انا وإنا غادي دينا كرسي ديال الاسكان العده. واحد الاخ طرح واحد السؤال الامس، سولي على لباس المراه في العده. العده الذي حرم على المراه حرم باش ما تلبس كل ما يزينها، كلشي اللي كيزينها من الحنه من الصباغه من الريحه من الخواتم، لأن خاتم هو زينة، خواتم طوان السلاسل هذه حرام. ولكن ليس هناك مثلا توبة معينة، ولكن كيقولوا علاش حنا المسلمين الأغلبية كل 99.99% كيديروا الأبيض. لماذا؟ مع أن الثياب الأبيض راه فرح. علاش يجيو معاك الجلاب البيضاء والسهال البيض وكذا؟ لأنها عيد. ولكن عندنا أن معروف في الكثير من المسلمون يلبسون الأسود. أغلبية العيال ديالي كانوا يلبسون الأسود حتى في زمان النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة والشرق حتى انتقل إلى الغرب كذلك. المرأة من العادة، هذا من
ملي كنشوف المرأة لبسات مثلا الجلابية بيضاء، البلغة بيضاء، الدرة بيضاء، ماذا يعني هذا؟ أن عليه علامات الحزن لابد أن تحترم حتى خطبتها، لأن المرأة حتى إذا مات على الرجل يحرم على الإنسان أن يخطبها، يقول له وإن شاء الله حتى تحيي العدة أنا نتزوج بك وكذا، هذا حرام. هذا معناه أن ملي كتلبس هذا اللباس، نشوف واحد القضية كتمشي دروك كان 60 امرأة ولا 70 امرأة ولا كذا، وفي وسطهم ذاك المرأة اللي لابسة الأبيض، ماذا يعني هذا؟ هذا اللي مثل الرجل تعرف بهذه الصفة. وهذا ذكر علماؤنا أنه يجوز لا لبس في ذلك، أن لكي تتميز عن النساء. أنا أيضا يحبني ملان السنة تثمين قلنا قاسي موتورياس ما يحبني ملان يقول الفرح، ولكن العادة والمرض السم بزاف حاجة وحاجة المهم السالون قال تنطلق لنا حتى قديما ملي كبرنا مع العلماء والفقهاء وكذا، كيجيبوا الناس يقولوا مات فلان ولا فلانة، الناس اللي يدخلوا كيغسلوه ياك، والناس كيصوبوا في الكفن وكيحيدوا واحد الطرف، الناس يعطوا هذا الطرف للمرأة، يتحيد من داك الكفن مباشرة من داك الكفن، تتهيئ الكفن، السيد يغسل أو السيدة تغسل، مع أن الغسل أيها الإخوة والأخوات هذه خصكم ديروها في بالكم، هذه خصنا نعرفوها، أن غير اللي جا يقول لك نغسل الميت، لا، فيه نص من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، شحال واحد عنده الضروره باش يغسل الميت، ومنهم كاين الناس طيبين ولكن عادته يتكلم ما يقدرش يسكت الهضره، ما سميتو سيد باش يقول لنا لا يغسل ميتكم الا امنا، لان ربما ترى مسائل في الميت تكون امين على صحته وامينا على غسله، ثم ملي كتكون هذا الامين قال صلى الله عليه وسلم من غسل ميتا فكتم عليه غفر الله له 40 مرة. واش كتسمع عليها؟ راه كاين بعض الناس غير كيجي واحد مرة نقول لكم مع ان واحد مرة جابوا واحد المرة هنا ما نعرفش شكون اللي غسلوها، شي عيالات وسمعوا العيالات الله يجزيكم بخير والرجال سمعوا هنا ملي صلينا على السيدة رحمها الله وكاين شي واحد من العائلة بغا يشوفوها، ملي حيدوا داك الدجاجة لقينا المرأة غطوا لها وجهها، لا، لأن الصندوق بمنزلة القبر، ياك، أن الميت كيسدوا له وجهه، وعندما ينزل في القبر حتى ديك الساعة ملي كبرنا شكون اللي كينزل المرأة؟ محارمها، وواحد العبادة لقيناها ماشي عادة، شوف سبحان الله العظيم السر يعطي الله المرأة، كيجيبوا لي زار كيغطوا به القبر، كنعرف هاد القضية اللي كبرت في بلاد الإسلام كان موجود، كيجيبوا لي زار وهذوك الرجال اللي بغا يهمدوها ولدها ولا خوها ولا باها ولا عمها تحت لي زار حتى يهمدوها يحلوا لها وجهها، جابوا المرأة هنا وهما غطاو وجهوا الوجه ديالها، يا الله واش هادشي؟ واش كل اللي يعرف فيها واحد المرأة جات قالت لي انا نغسل لكم وغسلت لها، لابد الانسان يعرف شروط الغسل، ماشي غير اللي يجي وانا غسل، لا، كاين الناس متخصصين لابد ان يكتب، لابد ان يكون على هذا الانسان امينا. ونكتفي بهذا القدر وبالله التوفيق، والله اعلم واعلم وخير دعوانا الحمد لله رب العالمين. اما بعد ايها الحضور الكريم، عندنا اولا واحد الاخ ديالنا طلب منا واحد الدعاء، واحد لابنة خالو هي اصيبه بالمرض المعروف في زماننا هذا، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يشافيها ويعافيها، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يشافيها ويعافيها، اللهم أنت رب الناس مجيب الباس الشفاء الشافي، لا شفاء إلا شفاء وشفاء لا يغادر سقما، اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. كذلك واحد الأخت عندها واحد المسألة محاكمة ربما على ما قال نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينصرها ويوفقها لما يحب الله سبحانه وتعالى، لما يحب ويرضى. كذلك امرأة أخرى كذلك تكتب لكم الدعاء أن يستجيب الله دعاءها ويغفر ذنبها، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يقضي جميع المآرب على أحسن المطالب برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. الله يجزيكم بخير. كذلك واحد السيدة هي أرملة أعرفها جيدا، وهذه الأرملة
طلبت منكم الدعاء على ما قيل بانها مظلومه ديال المتسوق زنز. فعلا سخت مزيان حجت معنا الى بيت الله الحرام. قال لك مظلومه ظلموها شي ناس لا نعرفوا هاد الناس اللي ظلموها. نطلب الله سبحانه وتعالى ان ينصر المظلومه على الظالمين. وحقيقه لابد ان تصار. انا متينيغ بانه بقى كينصر لانه ربي سبحانه وتعالى ولا يتجه الظلم. ربي سبحانه وتعالى يتينس العزه والجلال ولا انصرنك ولو بعد حين. قال ربي العزه والجلال ربي تنصر ونا يتظلم. لابد ان ينصر المظلوم على الظالم. نطلب الله سبحانه وتعالى يستجب بالدعاء. اختر بسكنز اين هو الجمعه تخدموا لنا. اختر بسكنز يصل بركه الدريه رحمه الجازنس يصل بركه العمر. اين هو الخير يجمع الباجه يستخدموا لنا خير الدنيا والاخره. امين امين والحمد لله رب العالمين. وكذلك عندنا الجنازه ديال مدام بن الصغير سلام الله يرحمه جميعا. وهذه المراه عرفناها جيدا، امراه خيره، امراه صاحبه الكرم، كانت كتكرم المجيد وكتكرمنا. نطلب الله سبحانه وتعالى ان يكرمها برحمته وعفوه وغفرانه. والله يرحم الحاج سلام واللي في البركه في البنات ديالو والولد ديالو، ويرحم الحاجه ويجعلها من اهل الجنه. الله يجعل قبرها روضه من رياض الجنه. يرحم جميع الاموات المسلمين. كذلك جانا واحد الخبر البارح على الزوجه ديال بوحنيني تهيئه الفتح رحمه الله علينا وعليها. نطلب الله سبحانه وتعالى ان يتغمد برحمته الواسعه وان يرحم جميع موت المسلمين يا ارحم الراحمين يا رب العالمين. والحمد لله رب العالمين. بارك الله فيكم.